قضية مقتل هؤلاء الأطفال وجدتهم من المجرم الصلبي هذا الذي قتلهم. واجتمعنا أبناء ريمة جميعا ومشايخها من أجل أنه يعني يتخذوا الإجراءات الكفيلة بإيقاع القصاص العاجل بمحاكمة مستعجلة للقاتل إن شاء الله. علمنا وسلامتكم إن شاء الله. سلام. وهذا طلبنا جميعا، صح ولا ما؟ هذا طلبنا، طلب أولياء الدم وطلب أبناء ريمة وأبناء اليمن بقاطبة. الذي اجتمعنا عليه اليوم نشتي نحرك القضية، لا نريدها أن تمشي ببطء. تمام. الاجتماع هذا هو على أساس أنه يتم تكليف أعضاء مجلس الشورى والنواب كتلة ريمة للتحرك إلى عند النائب العام وإلى عند وزير الداخلية وإلى عند وزير العدل. نريد منهم أمر بالتوقيف بعدم المماطلة بالقضية وسرعة البت بها بالعاجلة، يعني المحكمة المستعجلة. المحكمة المستعجلة. الدم احنا نطمنهم ان ابناء ريمة ومشايخها ووجهائها سيقفوا وقفة رجل واحد حتى يؤخذ القصاص من هذا القاتل المجرم السفاح. وان شاء الله يوم غد انا والمشايخ واعضاء مجلس النواب والشورى عند النائب العام نطالب بمحكمة مستعجلة باذن الله بما يعيد الثقة الى المجتمع من هذه الجرائم التي هزت اركانه وامنه. وسنقوم إن شاء الله بكل واجبنا بما يرضي الله عز وجل وبما يدخل القصاص العاجل إن شاء الله. المنتج منكم بكل ما طلبتم دم وجرح نخيم بالشارع نرقص نجي نفرق نتجن نتحمل منتج منكم معنا يا جماعة. زميل المشايخ ما قدموه ما طلبوا احنا معاهم. نحن مستعدين انتم ودهم واحنا ننفذ. الموقف موقفكم، مسؤوليتكم مسؤولية المشايخ وجهة واحنا حمالي. والجميع لحظة، الجميع مكتفيين بما قاله شيخ مشايخ